فعندك اهو وزن المتر الطولي من القوائم. الصورة هنا أوضح اهي. القاعدة الحديدية، ميزانية الأرضية، بلان بليس أو بيس بليت. توجد قاعدة حديدية مقاس 15 في 15 سنتي، تستخدم هنا السنتي، ويتم تركيبها أسفل القوائم الحديدية، وتوضع على الأرض الصلبة مباشرة أو على فرشاة خشب ماتشيل في حالة الردم، تمام، للتثبيت ورفع القوائم عن الأرض. وزن المتر الطولي، دي البيس بليت بتاعها ديت. كده بدأت أوضحها أكتر، بانت والكلام باين، أظن كده وضحت أكتر. الكلام ده مفيش حد هيقولهولكم. كبات يثبت على أعلى قوائم حديدية. كبات أو الغرض منها هو وصلات تجمع قوائم رئيسية. الغرض منها وصلات تجمع قوائم رئيسية مع العوارض الحديدية في الاتجاه الأفقي، هي الشكات. يمنع الحركة الأفقية ووجود هذه الكبات على 50 سنتي يعطي الشدة المرونة أثناء تنفيذها في تثبيت العوارض. على أكثر من مستوى طبعا. في ارتفاعها الشديد وربما لا يتعرض مع حركة العمالة أسفل الشدة بين القوائم المعدنية. وعندي كاب علوي وكاب سفلي، وده نهاية عرضه. جميل أوي. وصلات القوائم الحديدية، وصلة اللي بتحط بين القايم والقايم. تستخدم الوصلات الحديدية في وصل القوائم الحديدية للوصول بها إلى ارتفاعات، عاوز أعمل حطة واتنين وتلاتة وأربعة، التي تتطلبها الشدة المعدنية. الشدة عاوزاها، التصميم عاوزه. فيمكن تجميع وصلة قائم حديدي بطول 1.5 متر مع وصلة أخرى بطول 3 متر، يعطي ارتفاع القائم الحديدي 4.5 متر. وصلة مسننة للضبط، مبدأ الضبط، هي وصلات حديدية من القطاع الصلب المجلفن، ذات قطاع مصمت بقلاووز أو حلزوني، مركب عليها صامولة بيد كده، وبأطوال تصل إلى 60 سنتي، ممكن أقصى حاجة 60 سنتي فرضا يعني. تستخدم أساسا هذه الوصلات في نهاية القوائم الحديدية. من أعلى، حيث يتم إدخال أحد طرفيها في القائم الحديدي حتى ترتكز اليد على القائم الحديدي، ويتم من خلالها اليد تحريكها مع الوصلة المسننة في حركة دائرية بالضبط الارتفاع المطلوب للشدة المعدنية. في بعض الشدات المعدنية يمكن أيضا تزويد القوائم الحديدية بهذه الوصلة المسننة لضبط أفقية الشد. في المرحلة الأولى للتنفيذ على مستوى الأرض لسهولة ضبط ارتفاع الشدة المعدنية، بعد ذلك من أعلى. كلام جامد جدا.